لعشاق الشمندر، فطاير الشمندر بعجينة قطنية. يلا نعملها مع بعض. لعمل العجين بندوب بكوبين مي، معلقة سكر ومعلقة خميرة. بنضيف عليهم 4 أكواب طحين منخول، 3 معالق حليب بودرة، نص كوب زيت ورشة ملح. بنعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية بتلزق بالإيد. بنجمع العجين وبنغطيه وبنتركه يرتاح. بمقلى على النار بنشوح البصل بزيت الزيتون وبنقلب حتى يدبل. بنضيف ثوم مهروس، فلفل حار حسب الرغبة، شمندر مقشر ومقطع مكعبات بنضيفه على البصل، وعلى نار متوسطة بنغطي الشمندر وبنقلبه كل فترة لمدة نص ساعة. بنضيف الملح، فلفل أسود، سماق، دبس رمان، بنترك الحشوة لحد ما تبرد. بنلم العجين بعد ما يخمر، بنقطة زيت على ايدنا بنقرص العجين. بنغطي القراص وبنحشيها بحشوة الشمندر بعد ما بردت. شكلوا القراص بالشكل اللي بتفضلوه. بنرص القراص بالصينية وبنضغطها بالإيد. تخبز بفرن مسبق التسخين على أعلى درجة. وهيك خلصت وصفتنا، وصفة شهية أتمنى تجربوها، وصحتين وألف عافية. بسم الله.